وبعد، فإني قد دافعت نفسي كثيرا فاندفعت ثم دفعت. دافعتها عن بيان أمر خشيت أن يكون بيانه مشاركة في فتنة أو داعيا إليها، ولكني أجد أنه من الواجب علي أن أبين حتى لا أقع في غش المسلمين. نسأل الله أن يعافينا أجمعين. عمم على خطباء المساجد التابعين لوزارة الأوقاف في ربوع المحروسة، عمم عليهم تعميم مفاده أن يتكلموا في هذه الجمعة عن حرمة الدماء، وقد كنت تكلمت عن ذلك قبل أن تتواتر الأنباء بالأحداث التي وقعت على النحو الذي وقعت عليه، فلم يكن من داع يدعو إلى غير ذلك البيان، وهو بيان حرمة الدماء. لأن الذي كان متوقعا أن يقع بين الناس، مجموع الناس، شيء من التهارج، شيء من التدافع، شيء من القتل، فكان لزاما أن يبين ما ورد في حرمة الدماء المعصومة بالإيمان والأمان. لم يكن من داع لبيان وما هو الحكم الشرعي إن كان الذي يريد أن يسفك دم المسلم مستحلا لدمه لأنه مكفر له. لم يكن واردا ما حكم الخوارج من التكفيريين وغيرهم إذا ما عدوا على المسلمين يريدون قتلهم. أفيقال للمسلم الذي لا يكفر التكفيريين عليك بنصوص حرمة الدماء وهم يعيثون في الأرض فسادا ويستحلون الدماء والأموال والأعراض؟ أفيقال لهم ذلك؟ وارتعاش الأيدي عند المواجهة ولو لثانية واحدة نتيجته وثمرته إزهاق الروح المعصومة بالإيمان في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. إذن إني أستريب لماذا يقال للناس في هذا ما يتندر به الخلق في قولهم هذا من باب لا تقربوا الصلاة. أتمم. كان ينبغي أن يكون التعميم هكذا: بيان حرمة الدماء، دماء المسلمين، وبيان حكم الخوارج وحكم البغاة وحكم الصائل. فلا بد من ضم هذا إلى هذا، وإلا فإن النتيجة والثمرة هي أن يكون هذا الكلام موجها إلى الشعب وجيشه لا إلى التكفيريين، فهم لا يعدوننا ولا الجيش من المسلمين. التكفيريون في ربوع المحروسة وفي سيناء كلهم يقولون بعقيدة واحدة، يقولون إن الجيش المصري جيش مرتد، ويقولون هو أشد كفرا من اليهود لأن اليهود أهل كتاب وأما هؤلاء فمن المرتدين. بل من عقيدته أنه إذا وقع قتال بين الجيش المصري واليهود فهم في صف اليهود ضد الجيش المصري. يقولون نكون مع أهل الكتاب ضد المرتدين الكافرين. فقوم هذه عقيدتهم يقال للمسلمين المساكين الذين تؤثر فيهم النصوص ويأخذونها من غير تفصيل، فيقال لمن كان كذلك عليك بالنظر في حرمة الدماء إياك أن تقربها. هذا حسن، ولكن ما حكم الخارجي
الذي يعدو عليه ليقتله ويخرب وطنه وليسلمه، مشيعا للفوضى لأعدائه. وفي عقيدته أن دمه له حلال. ماذا يقال للمسلم حينئذ؟ يقال له: احذر الدماء. ما حكم الخارجي؟ ما حكم الباغي؟ ما حكم الصائل؟ وما حكم دفع الصائل؟ ما حكم من عدا عليك يريد عرضك، يريد دمك، يريد مالك، يريد حريمك، يريد أرضك؟ ما حكمه؟ فالذي يتوجب أن يجيب الدكتور الطيب شيخ الأزهر عن هذه الأسئلة، لأن الأخذ ببيان حرمة الدماء وحدها مفاده شل يد الجيش عن التكفيريين يعيثون في الأرض فسادا، يقتلون الناس لا يرعون، ويحدثون الفوضى، ويسلمون الأرض والعرض لكل كافر عنيد. هذه عقيدتهم، ولكن الناس لا يعلمون. فينبغي عليه أن نبين الآن، لأنه قد توجب من قبل وقبل وقوع ما وقع. كنا نبين حرمة الدماء وحرمة تكفير المسلمين، فلما تمايز الناس وصارت الخصومة اليوم بين الجيش والتكفيريين، فيقال للجنود والضباط: احذروا الدماء، إياكم أن تسفكوها بإزاء قوم يكفرونهم ويستحلون دماءهم وأعراضهم وأموالهم ويعتقدونهم مرتدين كافرين أكثر من اليهود والنصارى. أفيقال لهم: غلوا أيديكم؟ ينبغي البيان، ينبغي على المفتي وعلى دار الإفتاء وعلى كل ناصح للأمة ممن آتاه الله علما أن يبين الحكم الشرعي في هذه المسألة، وإلا فهو غش للمسلمين. ومن سكت فهو حاطب في هوى التكفيريين، سيعيثون في الأرض الفساد، وستفنى البلاد والعباد، وستسلم الأرض الطيبة الطاهرة لأعداء الدين. فإن التآزر والتآلف، وهذا من أعجب شيء يكون، فإن التآلف والتآزر قد وقع بين أولئك التكفيريين على اختلاف جماعاتهم وفرقهم، فكلهم يكفرون. وقع التآزر والتآلف والتعاهد بينهم وبين الأمريكيين من أجل تقسيم المنطقة إلى دويلات لهم منها حظ ونصيب. ما كنت أظن يوما ولا ذار لي بخيال أن مشروع التقسيم وأن مشروع الشرق الأوسط الجديد يمكن أن يشارك فيه الإخوان المسلمون ولا غيرهم ممن ينتمي إلى الإسلام وهو من أهل القبلة. ما كان ذلك يدور لي ببال ولا على خيال، ولكنه كان ووقع وصار، ويحاولونه، فالله المستعان وعليه التكلان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.